ارصد بعض ايضا. يعطيك العافيه. شايفك حامل علم مصر، اكيد مبسوط للجهد اللي قام به غالبا. كل احترام للسيسي ولكل ابناء شعبنا المصري الحبيب، على راسه والله. كل احترام لهم لكل شعوب العرب. حبيبي يا اسلام، حبيبي يا كبير. تحيا بس تحيا بس تحيا بس. كل التحيات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واحنا من غزه كلنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد وفيديو جميل يا جماعه. وفي الفيديو بتاعنا النهارده طبعا بعد وقف اطلاق النار على غزه، وبعد طبعا يا جماعه يعني وقف الحرب، وان شاء الله باذن الله الامور تستقر والامور تبقى احسن الحال، ونشوف طبعا اخواتنا في فلسطين يا جماعه في احسن حال. لكن في الفيديو بتاعنا النهارده هنشوف بقى يا جماعه طبعا سير كبير جدا من المساعدات الإنسانية طبعا خارج من مصر يا جماعة ورايح لغزة في مشهد جميل جدا ومشهد مبهر. تعالوا بينا مع بعض نخش نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. يلا بينا. أفاد مراسلنا بأن مئات الشاحنات من المساعدات تصطف أمام معبر رفح لبدء الدخول إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم قبيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وللوقوف على آخر الاستعدادات المتعلقة بشاحنات المساعدات التي تصطف أمام معبر رفح استعدادا لدخول الهدنة حيز التنفيذ، ينضم إلينا من معبر رفح موفد القاهرة الإخبارية الزميل مصطفى عبد الفتاح. مصطفى، ما الجديد لديك حتى الآن حول آخر هذه التحديثات؟ الجديد الآن ومنذ دقائق معدودة بدأت كل هذه الشاحنات في الانطلاق من أمام معبر رفح صوب معبر كرم أبو سالم، وذلك لبدء إجراءات التدقيق ودخول مئات الشاحنات. في هذه الأثناء تم تجهيز ما يقارب 500 شاحنة، وذلك لدخولهم إلى قطاع غزة مع بدء سريان الهدنة التي تم الإعلان عنها، والتي من المفترض أن تبدأ بعد أقل من ساعة من الآن أو في حدود الساعة من الآن. ما يقارب 500 شاحنة من المساعدات الإنسانية والإغاثية المحملة بكميات كبيرة من كل سبل الحياة التي جهزتها الدولة المصرية من خلال المساعدات الدولية والمساعدات المحلية عبر مطار العريش خلال الشهور الماضية، وكذلك ميناء العريش البحري، وما تم الدفع به من الجمعيات الأهلية والتحالف الوطني الذي دعم بكثير من كميات هذه المساعدات خلال الشهور الماضية. وتم إيقاف حركة دخول المساعدات لمدة تقارب 6 أشهر من الآن، وذلك عقب إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني. واليوم هو الجديد، وفي هذه اللحظات الجديد هو عودة هذه الصورة مرة أخرى. هذه الكميات من الشاحنات التي نراها في الصورة والتي ربما لم نراها خلال شهور ماضية هي التي تعبر عن حجم ما تم تجهيزه من مساعدات. هذا الطريق والممتد أمام معبر رفح به ما يقارب 500 شاحنة، بالإضافة إلى المنطقة اللوجستية الموجودة بالقرب من هنا من هذه المنطقة، والتي بها أكثر من 2000 شاحنة تم تجهيزها وهم في انتظار إجراءات دخولهم تباعا إلى قطاع غزة، وذلك عقب الإعلان عن الهدنة أو بدء سريان الهدنة. إذا ما تحدثنا عن نوعية المساعدات الموجودة، ربما الصورة تظهر سيارات الوقود والمحروقات الموجودة والتي تقدر بأكثر من 30 شاحنة تم تجهيزهم وهم بصدد الدخول إلى قطاع غزة. هذه الصورة التي لم نتعود عليها خلال الشهور الماضية، وذلك عقب التعنتات الكبيرة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنعت منع كامل لكافة أنواع المساعدات التي كانت تدفع بها الدولة المصرية من خلال هذه الشهور، شهور بدء الأزمة داخل قطاع غزة. تعاود مرة أخرى هذه الصورة وكميات كبيرة تستعد الآن للدخول إلى قطاع غزة. ارصد بعض ايضا. يعطيك العافيه. شايفك حامل علم مصر، اكيد مبسوط للجهد اللي قام به غالبا. كل احترام للسيسي ولكل ابناء شعبنا المصري الحبيب، على راسه والله. كل احترام لهم لكل شعوب العرب. حبيبي يا اسلام، حبيبي يا كبير. تحيا بس
تحيا مصر تحيا مصر. كل التحيات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واحنا من غزه كلنا فدى مصر وعيون اهل مصر، واحنا ان شاء الله بكل الثوابت مصريين مصريين مصريين. تحيا للرئيس طيب السيسي. كيف بتشوف هذا الجهد عن جد؟ انت اليوم مبسوط وواضح انه بتعبر عن مشاعرك. احكي لي عن شعورك. شعور عبد الفتاح السيسي اكثر واحد وقف معنا ومع القضيه الفلسطينيه، وطول عمرها مصر صاحبه القضيه. هي من اول الحروب كانت بهذه القضيه الفلسطينيه، والقضيه الفلسطينيه من اول واجبات المصريين، ومصر ان شاء الله من مزيد الى مزيد ومن عمار الى عمار. بدي اسالك سؤال، عشت انت الحروب اللي فاتت؟ عشنا 4 حروب. طيب ايش حسيت الفرق في هذه الحرب؟ الحرب هذه فيها فرق كبير، انه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف معنا، هو من بادر بوقف اطلاق النار وبوقف اطلاق الصواريخ من غزه ومن اسرائيل، وان شاء الله مصر معنا الى الابد، وفلسطين رغم كل الجراح ومصريين رغم كل الجراح. شكرا. يعطيك العافيه. شو بتحكي في هذا اليوم؟ هذا يوم نصر، هذا يوم عيد، هذا يوم تكبيرات. لا اله الله اكبر ولله الحمد. تحيا مصر، تحيا المقاومه، تحيا الشعوب العربيه كلها، ويرحم شهداء. يعني ربما هذه ايضا رساله مهمه حازم لمدى تعبير المواطنين في القطاع عن تقديرهم لهذا الجهد المصري الذي ساهم بطبيعه الحال في دعم جهود وقف اطلاق النار. حازم دعني احاول ان نتابع معك. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. زي ما احنا شفنا مع بعض الفيديو يا جماعه، بصراحه مشهد جميل جدا. بنتمنى لهم طبعا الامن والامان والسلامه يا جماعه، والامور تستقر والاوضاع تستقر، ويكونوا دايما في احسن حال ان شاء الله باذن الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.